السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحلقة ديال اليوم غادي نتشارك معكم كيفاش نصايبوا كأس العالم في إطار تشجيع وتحفيز التلاميذ في نهاية السنة. ففي ليكول ديالنا اقترحنا أن يكون نصايبوا هاد كأس العالم باش غادي تهدى لأحسن تلميذ في المؤسسة، يعني أحسن تلميذ ساكت مربي كيدير الواجبات ديالو، وهذا الشيء غيكون بالتصويت ديال الأساتذة. فاللي غيكون هو احسن واحد في البريمير هو اللي غادي ياخذ هاد كأس العالم. الا بغيتو تعرفوا طريقه كيفاش صيبتو خليكم معايا حتى نهايه الفيديو. غادي نحتاجو كرتونه، غناخدوها غنقسموها على 4 بالقياس اللي بغينا، وغادي نرسمو فيها هاد الشكل هذا. القياس كيبقى لكم، اختاروا القياس اللي بغيتو. غادي نحتاجو كره قديمه وجوج كرتونات ديال الحليب. هنا بعد ما قطعنا الشكل غيعطينا هكا، وغادي نحتاجو السكوتش الورقيه. غادي نجمعوا الاجزاء بربعه مع بعضهم، ومني غادي نجمعوهم كاملين غيعطيونا هذا المجسم. غناخذوا التحت ديالو وغادي نحاولوا نجمعوه بالسكوتش. غادي ناخذوا الكره غنحطوها وسط المجسم وغادي نلويو عليها سكوتش. بقاو تلويو عليها السكوتش كامله، يعني حاولوا ما امكن انكم تثبتوها مزيان، يعني الكره ما خاصهاش من بعد طيح لينا، خصها تكون لاصقه مزيان، ما تخليوش لها فرصه فين تزلق. يعني هنا حنا عمرناها كلها بالسكوتش. استعملوا هاد السكوتش الورقيه وما تستعملوش السكوتش ديال البلاستيك. من بعد غنقول لكم علاش. الا درتو السكوتش بلاستيك راه حتى حاجه ما درناها. استعملوا هاد السكوتش هادي، راه هي كتقطع غير باليد، كاع ما كتحتاج فيها المقص، وهي كتسمى سكوتش ديال الورق. غادي ناخذوا 2 كرتونات ديال الحليب غنجمعوهم مع بعضهم، وغادي نجيو الوسط وغادي نديرو بحال المربع. كما كتشوفوا انا راه قطعت حتى لداخل، يعني قطعت هذوك الجوانب اللي داخل قطعتهم. غادي نلويوهم كاملين بهذيك السكوتش الورقيه من الجوانب كلها، يعني من الجناب ومن التحت ومن الفوق. غادي نجيب بابي بريون صفر، وهنا حاولوا تختاروا الصفر اللي كيشبه الخو، يعني راه كاين كما كتشوفوا الصفر الفاتح الصفر الغامق، نتوما اختاروا اللي كيشبهوا لبعضهم. وغادي نختاروا ضروري تكون عنده اللصقه من الظهر ديالو، ما تختاروش دوك اللي ما فيهمش اللصقه. هنايا فاش كنحط البابي على وجه ديال الكرتونه غادي نقطع فقط هاد الجوانب بالمقص صافي، وانا ملي كنتنيها كيولي عندي تما فراغ. من بعد غادي نلصق الوجه الاخر. انا بغيت نوريكم هنا الطريقه كيفاش كنلصق، يعني غنقطع نحط وغنرسم بالستيلو غير دوك الجوانب، يعني غنحيد دوك الجوانب اللي زايدين، غادي نقطع وغادي نجمع هادوك الجوانب على المجسم. في الاخر كيعطيني هاد الشكل هذا. هاد العيوب اللي كتشوفوا كله غادي نصلحها من بعد. ليسونسيال انا نحصلو على هاد الشكل في الاخير. غادي نجيو المجسم وغادي نبداو تلصقوا هاد الجوانب ديالو بالبابي. الا كان هاد البابي عندكم قديم او بارد عليه اللصقه عاونوا بايفي، يعني ديروا ايفي فوق المجسم او اللصقه البيضاء ديال الخشب وعاد لصقوا فوق منه البابي. حاولوا تلصقوا بهذا الشكل هذا، يعني ما ديروش القنت هو اللي فيه التلاقيه، حاولوا تجيبوا التلاقيه على الظهر ديال المجسم وماشي في دوك الحروف ديالو، لا جيبوهم من الوسط من الاحسن باش ما يعطيناش، باش ما يكونش بواحد الشكل خايب، يكون لا فينيسيون تكون قاده كما كنوريكم كما هذا الشكل هذا. هنا غنجيو للكره وغادي ندهنوها كامله باللصقه. لكم الاختيار، يا اما تستعملوا ايفي يا اما تستعملوا اللصقه البيضاء تاع الخشب. انا استعملت فقط اللصقه البيضاء ديال الخشب. غادي نجيبوا هاد البغيون، هاد الحبيبات ديال البغيون هادو يا اما كيكونوا في المكتبه يا اما كيكونوا عند الدروغري، انا خديتهم غير عند الدروغري. فغادي نديروا اللصقه كما كتشوفوها راه باينه لكم في الفيديو، وكنبدا كندردر عليه البريون، يعني اللصقه باقا خضراء وانا كندردر فوق من البريون، راه ينفوها كتنشف اللصقه صافي هادوك الحبيبات راه كيلصقوا. بالنسبه لهاد الجوانب اللي فيهم هاد العيوب ديال التلاقيه فكندهنوهم هكا باللصقه، وكنبداو كنجيبوا هادوك الحبيبات وكندردروهم فوق منهم. هاد اللصقه ما تخافوش منها لانها الفوا كتنشف ما كتبقاش هكا بيضه كتبان بحال العجينه، لا راها كتولي ترونسبارون. غير فاش نحطوها نحاولوا اننا نبسطوها بيدينا بحال هذا الشكل هذا، يعني ما نخليوهاش كتيفه، لا نبسطو بيدينا ونجيبوا داك البغيون ونبداو كنسوسو فوق من اللصقه. فاش كتنشف راه ما كتبقاش تبان، يعني على حسابي ما كتبقاش تبان صافي. كنبداو ندردرو هكا. نتوما الا بغيتو تغطيو الوجه كامل بالبغيون لكم الاختيار. بالنسبه لي انا اختاريت انني ندير غير بواحد الجوانب وما نديرش الوجه كامل.
هنا كناخذ المجسم ديال الحليب وكنديروا اللصقه في هذوك الجوانب وكنخشي هذاك المجسم داك يعني الرجل ديال كاس العالم كنخشيها تما. هنا كما كتشوفوا معايا بقى باين واحد العيب، يعني كاين بعض العيوب ضروري فاش كتخشيو هذا راه ما غاديش يجي مقاد. فهاد العيوب هادو ما تخافوش منهم انهم يبقاو هكا، فانا لقيت لهم الحل غادي يتغطاو ما غاديش تبقى تبان هذيك الهبطه اللي كتشوفوا. غنجيبوا واحد الضفيره وغادي نحطوها غندوروها على لي 4 كوتي ديال المجسم ديال كاس العالم. هاد الضفيره انا غادي نوريكم دابا كيفاش كنديروا ليها. كناخذوا قطعه ديال بابي كنقسموها على 3 نحسبوا بالمسطره كل واحد فيه سنتيمتر وكنديروا ضفره بحال الضفره ديال الشعر. ها هي كما وريتها لكم، يعني هذه ضفره كنضفروا بحال اللي كنضفروا الشعر. من بعد غنجيبوا ديك الضفيره وغادي نديروا فيها اللصقه. انا هنا كنخدم باللصقه ديال البيستولي لان هي الوحيده اللي كتلصق، ما تحاولوش ديروا شي لصاق اخر، خدموا بالبيستولي. ها هي دورتها على الجوانب ب4 وفين كتبان لي شي تقيبه كنعمرها باللصقه ديال البيستولي. ما تحاولوش انكم تستخدموا شي لصاق اخر راه ما غاديش يلصق لكم. هنايا صيبت 4 ديال الضفاري، هنا وحده راه كنت لصقتها وصورت لكم غير 3. فهاد الضفاري شنو غنديروا لهم؟ غادي نلصقوهم هنا لان هنا بقى كيبان العيب، بقى كيبان الحافه ديال الورق مع الحافه ديال الكره. فغنجيبوا هذيك الضفيره وغادي نلصقوها هنايا كما كتشوفوا. هذا هو الشكل ديال الشكل الاخر اللي عطانا. هنايا دوك العيوب راني كامل العيوب يعني غطيتهم، اللي درت الضفره واللي العيوب الاخرين درت لهم هذيك البريون مع اللصقه. شوفوا اللصقه ما بقاتش كتبان، يعني فقط كيبان لك حبيبات كتلمع فقط. هذا انا صورتها بالليل داكشي بان لكم اللون بحال اخضر ولكن هو لا راه صفر، اصفر ذهبي. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. هو فاش ديتو للمدرسه هنا مصوره بالنهار غادي يبان لكم الشكل ديالو احسن. يعني هذه هي النتيجه النهائيه. الا ما فهمتوش شي حاجه خليوها لي في التعاليق او تواصلوا معايا على الفيسبوك او على الصفحه ديالي، غادي كنخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. نتمنى ان الحلقه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم وانني نكون وصلت لكم الفكره على كيفيه صنع هذا شبيه كاس العالم اللي هو نقدروا نسميوه كاس المدرسه وكاس احسن تلميذ. فهو كيبقى تحفيز وتشجيع للتلاميذ على انهم يواظبوا على الدراسه ويتحلوا بالاخلاق الحسنه والسلوك الجيد داخل القسم وداخل المؤسسه. وصلنا لنهاية الحلقة. إذا عجبكم محتوى القناة ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. خليو لي لايك، راكم بخيلين معايا بزاف ديال اللايكات. خليو لي شي تعليق ولو بذكر الله. انتقاداتكم اقتراحاتكم مرحبا بكل شيء، وخليتكم على خير والسلام عليكم.